حالة من الجدل والأسئلة مكسرة الدنيا الساعات اللي فاتت على السوشيال ميديا، خاصة بعد زيادة أسعار البنزين، والكل بيسأل هي الدنيا رايحة على فين؟ خبراء الاقتصاد والطاقة طلعوا ووضحوا الصورة وقالوا إن اللي بيحصل في السوق مش مجرد تغير أسعار، ده انعكاس للي بيحصل في العالم كله، والزيادات دي مرتبطة بتكلفة الإنتاج والنقل والشحن اللي زادت عالميا بسبب التوترات السياسية، وده طبيعي بيسمع في أسعار السلع النهائية اللي بنشتريها. الخبراء أكدوا إن أسعار الطاقة هي المحرك الأساسي للسوق، يعني لما البنزين سعره بيتحرك ده بيأثر بالتبعية على تكلفة نقل الخضار والفاكهة والسلع الأساسية. بس في نفس الوقت وضحوا إن السوق المصري بيحاول يمتص الصدمات دي من خلال السياسات النقدية اللي بتحاول توازن الأمور علشان الأسعار ما تروحش لبعيد. التوقعات بتقول إن الفترة اللي جاية هيكون فيها حالة من التذبذب، يعني الأسعار هتفضل تطلع وتنزل لحد لما يحصل توازن تدريجي مع استقرار الوضع العالمي. الخبراء كمان قالوا لازم يكون في وعي ونكون فاهمين إن التقلبات دي هي جزء من دورة الاقتصاد، والمهم نتابع مؤشرات التضخم وسعر الصرف علشان نعرف ناخد قرارات استثمار أو شراء صح. السوق مش هيفضل كده كتير، والوضوح هيبدأ يبان تدريجيا مع استقرار أسعار الطاقة عالميا. فتفتكروا إيه أكتر حاجة ممكن تتأثر بالزيادات دي في حياتكم اليومية؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.